السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم جيتكم بواحد الكيك الاقتصادي في متناول الجميع، كلشي تيكون متوفر عندك في البيت، علاش لا ما تديريهش، ومختلف شوية على الكيك العادي. غندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غندوزو المقادير. عندنا واحد 3 ديال الشاصي ديال الخميره، وواحد فاني، شاصيه وحده ديال فاني، وثلاثه ديال خمارات كما كتشوفوا معايا. الوزن 8 غرام، 3 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنصيبوا بها الحرشه، 2 كيسان ديال الحليب، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الدقيق ما غاداش نستعملو كامل، وقبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. هنا غادي نجيبو فاش غادي نخدمو الكيك ديالنا. هاد الكيك هذا ما كيجيش بحال البسبوسه، ولكن هو كيجي مختلف وكيجي واحد المذاق عنده رائع بالسميده. هنايا غنضيفو قبيصه ديال الملحه، وغادي نديرو البيض ديالنا، هذوك 3 ديال البيضات. غادي نضيفو عليهم كاس ديال السكر ديال سنيده تكون رقيقه، وهداك الشاصي ديال الفاني. يمكن لكم تستعملوا فيها قشور ديال الحامض ولا ديال الليمون. انا ما كانش متوفر عندي، كان عندي غير هاد الشاصي ديال الفاني، وجات غزاله بالمذاق ديال الفاني، جات رائعه. صافي غنخلطوا البيض والسنيده حتى تذوب لينا ديك السنيده. غادي نضيفوا الكاس ديال عفوا ديال الزيت شويه بشويه، وحنا مع حاولنا نضربوا في هذاك الخليط ديالنا. يمكن لكم تستعملوا الضراب الكهربائي ولا حتى هذا كافي. كما كتشوفوا معايا هنايا راه ضربت مزيان هذاك الزيت والسكر والبيض مع داك الشاصي ديال الفاني حتى ضربوا مزيان. وهنا عندي الحليب اللي ضفت ليه واحد الاضافه. الصراحه شفتها عند واحد الاخت زهره ام هارون، تبارك الله عليك اختي، جربت هاد الطريقه ديالك، وصراحه الكيك تيجي غزال، ما تحتاجي لا تسقيه لا حتى شي حاجه. هنا عندي كاس ديال الحليب، وضفت ليه
ومعلقه كبيره ديال الخل، 2 كيسان ديال الحليب، كل واحد درت فيه معلقه ديال الخل. بصراحه هذه الفكره زوينه الاخت ام هارون. يعني كنشوفك كديريه في الكيك ديالك، وقلت علاش لا ما نجرب هذه الفكره هذه. انا كنت كندير الخل بوحدو، ولكن مع الحليب كيولي بحال الشكل ديال الريب، وكيجيب الكيك كيجيبوه هشيش، يعني ما تحتاجيش تسقيه تماما. هنايا ضفت داك الكاس ديال السميده. انا غندير الكيسان بجوج ديال السميده. هنايا غربلت لهداك نص كاس، ضفت غير نص كاس ديال الدقيق الابيض. يعني انا ما غاديش نسقيها، داكشي علاش درت غير نص كاس. الا كنتو غادي تسقيوها يمكن لكم تضيفوا الكاس كامل. وضفت هذوك 3 ديال الشاصي ديال الخميره. كما كتشوفوا معايا الخليط ديالنا ما كيجيش ثقيل، كيجي خفيف شويه، باش انا قلت لكم ما غاديش نسقيها. بلا سقوه كتجي رائعه، كتجي خفيفه وغزاله. هنايا انا استعملت هذا المول، يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم. دهنته بشويه الزبده ورشيته بالسميد الرقيق الناعم، السميده الرقيقه. صافي غنخوي الخليط ديالي هنايا وغادي ندخلو الفران حتى طيب، ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما طابت وتحمرات كتجي رائعه، واحد اللوين عندها كيجي غزال. يعني يمكن لكم تخليوها غير هكا مع تقدموها مع شرب الشاي او قهوه، كتجي غزاله. ما تحتاجوش تسقيوها ولا تزينوها باي حاجه، هكا كافيه. انا دهنتها بشويه ديال المربى ورشيتها بشويه ديال الكوك، كيعطيها واحد المذاق رائع المربى والكوك. بلا ما سقيتها بلا شي حاجه، خليتها هكاك جات خفيفه ورطبه من الداخل. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ويكون خفيف الظريف على قلوبكم، وما تنسوش تخليو واحد لايك وكومونتير فضلا وليس امرا. ودمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.